في قرية نائية تقع على أطراف دلتا النيل. كانت هناك أساطير تروى عن بيت مهجور يتوسط حقلا واسعا من القمح. هذا البيت المعروف بين الأهالي بالبيت المسحور كان محط رعب وخوف لكل من يقترب منه. تقول الأساطير إن البيت قديم جدا، وأنه كان مأهولا بعائلة كبيرة منذ عقود، ولكن في إحدى الليالي اختفى جميع أفراد العائلة في ظروف غامضة، ولم يعثر على أي أثر لهم. كان هناك شاب يدعى مصطفى، عاشق للمغامرات والأساطير القديمة. كان مصطفى دائما ما يستمع إلى القصص التي يرويها كبار السن في المقاهي عن البيت المسحور. قرر في يوم من الأيام أن يكشف حقيقة هذه الأساطير بنفسه. جمع شجاعته وقرر الذهاب إلى البيت عند غروب الشمس، وهي الفترة التي يعتقد أنها تشهد نشاطات غير طبيعية في البيت. في الليلة المحددة أخذ مصطفى معه مصباحا يدويا وكاميرا ليوثق كل ما يجده. وصل إلى البيت المهجور عند حلول الظلام. كان البيت مغطى بالغبار، والأعشاب البرية تنمو حوله بشكل كثيف. دفع الباب القديم الذي أصدر صريرا مخيفا ودخل. كانت الأرضية تصدر أصواتا تحت وطأة قدميه، والغرف مظلمة وكأنها لم ترى النور منذ سنوات. بدأ مصطفى يتجول بين الغرف ويلتقط الصور لكل شيء يراه. عندما وصل إلى الطابق العلوي شعر ببرودة شديدة وكأن الهواء قد تجمد. في إحدى الغرف وجد صندوقا قديما مغطى بالغبار. فتح الصندوق بحذر ووجد داخله مجموعة من الصور القديمة لعائلة يبدو أنهم عاشوا في هذا البيت. بينما كان يتفحص الصور سمع صوت خطوات تقترب من الغرفة. تجمد في مكانه محاولا سماع الصوت بوضوح. فجأة ظهرت أمامه امرأة عجوز ترتدي ثوبا أبيض وتحمل في يدها شمعة مضاءة. نظرت إليه بعينين متوهجتين وقالت: لماذا أتيت إلى هنا؟ تراجع مصطفى بخوف محاولا الرد، لكن الكلمات لم تخرج من فمه. اقتربت المرأة منه ببطء. حاول مصطفى الهروب، لكن الباب أغلق بقوة خلفه. شعر برعشة تسري في جسده، وبدت الأضواء تومض بشكل عشوائي. حاول مصطفى فتح الباب، لكن الأبواب كانت مغلقة بإحكام. فجأة بدأت الجدران تتحرك وكأن البيت كله ينبض بالحياة. سمع أصوات همسات غامضة تأتي من كل زاوية في البيت. بدأ يشعر بالقوة الغامضة تجذبه نحو المرآة الكبيرة الموجودة في الصالة. في تلك اللحظة رأى في المرآة مشاهد مروعة لعائلة كانت تعيش في هذا البيت. يشاهدهم يتعرضون لأحداث غريبة ومخيفة. كانوا يصرخون ويهربون من شيء غير مرئي. بدأت الصور تتحول إلى مشاهد حية وكأن الماضي يعود إلى الحياة. أدرك مصطفى أن البيت كان يسكنه أرواح العائلة التي كانت تعيش فيه، وأنهم محاصرون بين جدرانه غير قادرين على الرحيل. بدأت الأرواح تحيط به، وكانت أصواتهم تتداخل مع بعضها البعض، تصرخ طالبة النجدة. شعر مصطفى أن قوته تتلاشى، وبدأت الأضواء تخفت حتى أصبح الظلام يحيط به من كل جانب. في آخر لحظة سمع صوتا خافتا يقول: لقد كنت شجاعا، لكن هذا البيت لا يرحم أحدا. ثم غمر الظلام المكان ولم يعد يشعر بشيء. قصة مصطفى تروى للأجيال القادمة كتحذير لكل من يحاول كسر حاجز الخوف والتحدي. وظل البيت المسحور في الريف المصري شاهدا على أسراره الغامضة، محتفظا بأرواح كل من تجرأ على دخوله. ولم يعد أحدهم قادرا على كشف سر اختفاء العائلة التي عاشت فيه، ولا سر اختفاء مصطفى، الشاب الذي ظن أنه يمكنه كشف الحقيقة. بعد اختفاء مصطفى زادت المخاوف في القرية، وبدأ الناس يتجنبون حتى المرور بالقرب من الحقل الذي يحيط بالبيت. الأحاديث في المقاهي والساحات العامة كانت تتركز حول البيت المسحور، وزادها خوفا تلك الليالي التي يشهد فيها البعض أضواء غامضة تنبعث من نوافذ البيت. في إحدى الليالي ظهر شاب غريب في القرية يدعى علي. كان علي مستكشفا يبحث عن الحقيقة في الأساطير والقصص الغامضة. عندما سمع عن قصة البيت المسحور قرر أن يحقق في الأمر بنفسه. لم يكن يخشى الأشباح أو الأرواح، بل كان لديه شغف
لكشف الحقائق المخفية. أخذ علي معدات تصويره وبعض الأدوات الأخرى وتوجه نحو البيت عند غروب الشمس. كانت الرياح تعصف بشدة، مما زاد من جو الرعب الذي يحيط بالمكان. عند وصوله بدأ بتسجيل كل خطوة يقوم بها، موثقا كل شيء من لحظة وصوله حتى دخوله البيت. عندما دخل علي البيت شعر بنفس البرودة التي وصفها مصطفى في مذكراته. بدأ يجول في الغرف ملتقطا الصور وملاحظا كل التفاصيل. في الطابق العلوي وجد نفس الصندوق الذي وجده مصطفى، ولكنه هذه المرة كان مفتوحا وملقى على الأرض. اقترب علي من الصندوق ووجد داخله بعض المستندات القديمة التي تروي قصة العائلة التي اختفت. بينما كان يتصفح المستندات سمع صوت خطوات تقترب. رفع رأسه بسرعة ورأى نفس المرأة العجوز التي ظهرت لمصطفى، لكنها هذه المرة لم تكن وحيدة، بل كانت محاطة بأرواح أخرى تهمس بأصوات غير مفهومة. قالت العجوز: لماذا لم تتعلم من أخطائهم؟ حاول علي التراجع، لكنه شعر بالقوة الغامضة تجذبه نحو المرآة الكبيرة في الصالة. عند اقترابه من المرآة شاهد مشاهد مرعبة للعائلة التي كانت تعيش في البيت، لكنها هذه المرة كانت مشاهد مختلفة. رأى العائلة تتعرض لهجمات من كائنات غير مرئية، وصراخ الأطفال يملأ الأرجاء. بدأت الأضواء تومض بشكل مكثف، وبدأت الأرواح تقترب من علي بشكل مخيف. شعر علي أن قوته تخور، ولكنه حاول المقاومة. في لحظة سمع صوتا داخليا يقول: أهرب الآن. بآخر ما تبقى لديه من قوة ركض علي نحو الباب ونجح في فتحه. خرج من البيت بسرعة، لكن الصور المرعبة لم تغادر ذهنه. عندما عاد إلى القرية روى ما شاهده للأهالي، ولكن الكثيرين لم يصدقوه، معتبرين أن البيت قد أثر على عقله. ومع ذلك بقيت قصته تروى للأجيال القادمة كجزء من أساطير البيت المسحور. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من البيت بعد تلك الليلة، وظلت الحكايات تزداد غموضا ورعبا. مرت السنوات وبقي البيت المسحور مهجورا، محاطا بالأسرار والخوف، وأصبحت قصة مصطفى وعلي جزءا من التراث الشعبي للقرية، تروى في ليالي الشتاء الباردة لتحذير الأطفال من مخاطر التحدي والاستهتار بالقوى الغامضة.